ده بطل فيلمنا النهاردة هاري، ودي الست اللي هيسرقها بجد هاري ابن محظوظة. بيبدأ الفيلم مع هاري، وهاري حرامي وهجام، بس هو عنده مبدأ ومش بيسرق غير بيوت الأغنياء بس. وقبل ميعاد السرقة دي بأسبوع بيكون هاري نايم في الصالة والجرس بيرن، فبيفتح الباب وبيلاقيها لنا زميلته، فبتخش عليه بتلاقيه بيشرب، فبتشيل كل ازاز الخمر اللي عنده، فبتشوف سمكة بتقوله من دي، الا دي شاهين ده على اسم الاكس بتاعتي. وبيقعدوا يتعشوا مع بعض، فبتسأله لانا وبتقوله هو انت ليه سميت السمكة دي شاهين ده؟ وقالت له ليه ما سميتهاش لانا؟ فالواد بيقول لها اصل شاهين ده كرفي. فلانا بتتضايق قوي وبتلبس وبتسيب البيت وبتمشي. وكده كده كان هاري عايز يسيبها بس كان بيتلكك لها، وكان عايزة تيجي منها هي، وبتيجي عملية سرقة وبيستنوا اصحاب البيت عشان يمشوا، وبتبدأ العملية وبيفتحوا الباسورد بتاع الباب، وبيدخل بالعربية جراشها وينط من على السور، وبيبدأ بقى يقلب في البيت كله. وبعد ما خلص بيدخل الحمام، فبيلاحظ ان هو مش لوحده، فبيتخض جدا، فبيبص وراه كده بيقول لها ايه ده انت مين؟ قالت له ايه اللي انا مين؟ انت اللي مين؟ قال لها ايه ده هو انت عارفه ان انا بسرقك يعني؟ قالت له اكيد يعني انت مش دليفري، اكيد انت واحد دخل تسرق. فبيلاحظ هاري كده انها مش فارق معاها، فبيلاقي دواء بتاع انتحار، فلا انت بتنتحر؟ قالت له اه، بس ما بتطلعش الحبوب دي حبوب انتحار، بتطلع حبوب برد. فراحت بقى تدور على حبوب تانية، فبتاخد الحبوب التانية بتاعة الانتحار وبتقعد تاني في البانيو، فبتقول له انا هنتحر بقى واقفل انت الباب ورا كنت ماشي. لكن هاري مش بيقفل الباب، فبتقول له الباب يا مهزأ، فقال لها لا مؤاخذة وراح راجع قافل الباب. فبياخد هاري العربية بتاعته المسروقة وبيمشي. بس بعد شوية هاري ضميره بيأنبه وبيحس ان هو لازم ينقذها من الموت، فبيرجع لها تاني وبيبدأ يخليها ترجع الحبوب اللي هي بلعتها، وبيطلعها على السرير، وبيكون مش لاقي حاجة يعملها، فبيبدأ يتسلى بالألعاب، وبيرجع لها كل المسروقات اللي خدها منها. وبتصحى لونا من النوم، بتفضل لونا تتفرج على التلفزيون وهو مطفي، فهاري بيقول لها لا كده في حاجة مش طبيعية، وبتطلب لونا من هاري ان هو يعمل لها أكل. فهاري بيقول للونا مين الشاب اللي كان معاك من يومين؟ فلونا بتقول له هو انت عرفت منين؟ فهاري بيقول لها ان هو مش حرامي عشوائي، وان هو بيراقب المكان قبل ما يسرقه. فبتقول له ان ده بيتر خطيبها، بس هما خلاص انفصلوا عن بعض، وده السبب اللي خلاها عايزة تموت نفسها. فبيحط هاري ملح كتير على الاكل، فلونا بتقول ما كترش ملح لان ده مضر على صحتها. فبيخلصوا الاكل وبيقعد هاري يتعشى، فبتخش لونا على هاري وبتقول له تشرب حاجه معايا؟ قال لها ماشي يلا بينا. وبيطلعوا بره عند حمام السباحه وبيفضلوا يشربوا سوا. بيقول لها هاري في حد عنده حمام سباحه بالجمال ده وينتحر؟ لكن لونا برضه بتكون مصممه على الانتحار، وبيفضل هاري معاها. وبيجي تاني يوم وبيعمل لها هاري نسكافيه، واول ما بتصحى بتمسك التليفون عشان تكلم خطيبها، فقال لها فكك من الواد ده طالما سابك خلي عندك كرامه. فبتقول له ما تتدخلش في حياتها ان هي بمزاجها تعمل اللي هي عايزاه. فهاري بياخد لونا وبيروح على السوبر ماركت، وهم راجعين لونا بتكلم خطيبها وبتهزقه في التليفون وبتقفل في وشه السكه. وبيجي العشاء وبتلبس لونا لبس اخر شياكه، فبيشوفها هاري وبيجيله حول من كتر الجمال اللي فيها. فبقول لها والله الواد ده مش مقدر البطل الجامد اللي معاه، وطالما هو مش مقدر الدوني يسيبك منه. ولا بتفكري في ايه بقى في حياتك الجديده؟ قالت له انها لا مش بتفكر في حاجه، هي بس عايزاه يندم ان هو سابها. فبعد العشاء بيشغلوا مزيكا وبيفضلوا يرقصوا مع بعض، وبعد كده بيفضلوا يلعبوا سوا بالعربية. بعد كده بيرجعوا على حمام السباحة ويفضلوا يرقصوا وبينزلوا حمام السباحة، وجيرانهم بيشتكوا من صوتهم العالي وبيبلغوا البوليس. وهاري ولونا بيقولوا للبوليس إن ده عيد ميلادهم الأولاني، وإن هما بيحتفلوا بيه وفرحانين شوية. فالشرطة بتصدق كلامهم وبتمشي. فبيرن خطيب لونا على التليفون، فبتجري لونا ترد، فبترجع تكلمه تاني ولا عندها بربع جنيه كرامة. فهاري بيتضايق منها لما كلمت خطيبها وسابها ومشي بالعربية، ولسه هيطلع لقيها واقفة قدام العربية، وقالت له ايه ده هو انت بجد هتسيبها؟ وبتعترض على انه هيسيبها ويمشي. فقال لها مش انت رجعت لخطيبك، هو بقى هيقعد يعمل ايه؟ فبتحاول لونا ان هي تمنع هاري يمشي، بس هاري بيمشي وبيوصل البنزينة، لكن برضه ضميره بيأنبه وبيرجع للونا تاني. بس لما بيرجع بيلاقي كل البيبان متقفلة، فبيتوقع هاري ان لونا في حمام السباحة، فبينط وبيجيبها من حمام السباحة. فبيحاول هاري انه ينقذها، لكن كل المحاولات بتفشل. فهاري بيقول للونا اصحي خطيبك رجع. قالت له ايه ده هو فين؟ ففاقد. قال لها انت زبالة اقسم بالله. فبيطلعها الأوضة بيعمل لها حاجة سخنة، فبتقول له لونا هو هتفضل تنقذني كده على طول؟ لا مش عارف بس انت باين عليك قدري. فبيسيبها ويقوم عشان هي تنام، فبترد عليه بتقول له خطيبها كان بينامها وبتندى عليه عشان ينيمها. فبيجي عشان ينيمها بس بينام هو وهي مش بتنام، وبيصحوا تاني ويفضلوا يرقصوا مع بعض. فهما بيرقصوا، هاري بيقول لها هو خطيبك سابك ليه؟ فبتقول له انه بيقول عليها ان هي نكدية. وتاني يوم الصبح بعد ما قضوا مع بعض ليلة جميلة، بيقوم هاري يعمل نسكافيه، كانوا بيتفاجئ بواحد واحدة داخلين عليه، فبيقولوا له انت مين؟ بس في الوقت ده بتنزل لونا، فبتقول لهاري ان ده خطيبها. قال لها ايه ده هو ده خطيبك؟ وبيجيب خطيبها البنت صاحبته الجديدة علشان يكيد لونا. فلونا بتشوف البنت المخطوبة لخطيبها القديم وبتكون عايزة تضربها، فهاري بيهدي للونا وبيقول لها يا لونا ده عيل ليفا ما يستاهلش سيبك منه. فبتخرج لونا مع هاري في العربية بعد ما ضربت خطيبها وطردته، فبياخدها هاري على البيت بتاعه وبتقرر ان هي تتجوزه وتعيش معاه. وبس كده يخلص الفيلم، نتقابل في الفيلم الجاي. شكرا ليك يا صديقي.